أدهم كان بيشتغل مخرج، بيحب يسجل كل حاجة في حياته، أصوات الشارع والناس والحوارات، حتى صوته وهو بيتكلم لنفسه. كان شايف إن التسجيلات دي بتخليه يحتفظ بالذكريات زي ما هي. وفي يوم من الأيام قرر يعمل تجربة غريبة، يسيب الموبايل بيسجل طول الليل وهو نايم. كان عايز يعرف لو بيتكلم في النوم أو بيحلم بصوت مسموع. أول ليلة التسجيل كان عادي جدا، صوت تنفس، شوية ضوضاء من الشارع. بس اللي حصل في الليلة التانية هو اللي غير كل حاجة. في التسجيل الساعة كانت تقريبا 3:17 الفجر. ظهر صوت واضح جدا، صوت خطوات في الأوضة، خطوات هادية قريبة جدا من المية. وبعدين صوت نفس بيهمس بكلمة واحدة: لسه فاضل يوم. أدهم افتكر إنها حركة في الشارع أو انعكاس صوت، لكن لما ركز لاحظ حاجة غريبة جدا. الصوت جاي من جوه الأوضة ومش من الميكروفون البعيد، وكأن اللي اتكلم كان جنب سريره. تاني يوم قرر يسجل تاني، لكن المرة دي حط كاميرا، وفي التسجيل الجديد نفس التوقيت تقريبا 3:17 الصوت اتكرر بنفس النغمة، بس المرة دي قال: الليلة دي الأخيرة. أدهم شاف الفيديو بنفسه. الكاميرا كانت بتصور الأوضة، لكن وقت الصورة اهتزت فجأة، وكأن في ظل عدى بسرعة قدام العدسة. بعد كده الكاميرا فصلت. تاني يوم الصبح أدهم راح على استوديو الصوت بتاعه وورى التسجيل لأصحابه. واحد فيهم قاله حاجة خلته يتجمد مكانه: الصوت ده مش أول مرة أسمعه. فتح فولدر قديم على الكمبيوتر فيه مشروع أدهم الأول لما كان في الكلية، فيلم قصير عمله عن شاب بيحلم إن في حد بيكلمه بالليل، وكان فيه نفس الصوت بالظبط، نفس الجملة ونفس الطبقة. والغريب إن أدهم هو اللي كان عامل المونتاج بنفسه وقتها. راجع الملفات القديمة ولقى أن الصوت ده متسجل عنده من 3 سنين، يعني كان موجود في أرشيفه قبل التجربة دي أصلا. الشرطة بعد كده رجعت التسجيلات كنوع من بلاغ شكلي، لكن التقرير الرسمي كتب إن الصوت بشري بنسبة 100%، ومستحيل يكون ناتج عن تشويش أو صدى. بعد أسبوعين من الواقعة أدهم اختفى، والملف الوحيد اللي اتلقى على الكمبيوتر بتاعه كان تسجيل جديد مدته 2 دقيقة. الصوت الأخير فيه قال: دلوقتي دورك تسجل. الغموض هنا مش في الصوت، الغموض في إن أحيانا التسجيلات بتحفظ أكتر من مجرد أصوات. بتحفظ لحظة، ولما تتسمع تاني بتعيد اللحظة دي للحياة. ودي كانت قصة التسجيل الأخير. سؤال بسيط لي: لو صحيت يوم وسمعت صوتك بيتكلم وانت نايم، هتكمل تسمع ولا هتمسح التسجيل قبل ما تعرف الحقيقة؟